مجدي أبو العيلة، نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة. أستاذ مجدي، عايزين حضرتك تحكي لنا قصة الهدار. هو طبعا بالنسبة للهدار ده حاولنا ان احنا دي طبعا كارثة لان الهدار ده زي ما انت شايف حضرتك قوته كلها بيرمي في نهر النيل. دي مياه صرف صحي خارجة من الطرد بتاع محطات الجيزة كله، محطة الحلزونية ومحطة المحيط ومحطة المعالجة، كل دول بيتجمعوا صرف الجيزة كله وبينزل على الهدار ده ومنه إلى نهر النيل. خاطبنا المسطحات المائية وخاطبنا وزارة الري ووزارة البيئة ووزارة الصحة، كل وزارة خاطبناها عشان تقوم بدورها. وزارة البيئة تعمل محاضر خدوا المية دي ونزلوها في النيل كشؤون بيئة. ووزارة الري لما رحنا لها بنقول لها ازاي اديتي تصريح لبتوع الصرف ان يرموا صرف في النيل اللي احنا عايشين عليه، بنزرع وناكل ونشرب منه. قال لك احنا ما اديناهمش تصريح. وبتوع الصرف رحنا لهم قالوا لا ده احنا واخدين تصريح. في كلا الحالتين لو خدوا تصريح انهم يرموا صرف صحي في النيل كارثة، لو ما خدوش تصريح كارثتين، لان ده تدمير للشعب المصري كله. عم محي، انت صياد هنا في فرع رشيد صح؟ طبعا. عايزين بقى نعرف منك قصة المصب والمية الترع ديت نازلة بتهدف من أول هنا، من أول الرهاوي لعزاية الإسكندرية، عاد ما الثروة السمكية بحل، أو من أول الرهاوي كده ماشي الإسكندرية مفيش سمك خالص نهائي، مفيش مواد المجاري غير الدنيا. أنت بتصطاد إزاي بقى؟ استنى لما البحر يزيد كل ما لكن الحته اللي هنا اللي احنا واقفين فيها اللي هي ميه الترع والصرف الصحي ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش سمك خالص نهائي. ودي بتاثر على كل باقي فرع النيل من اول الرهاوي لعزاية اسكندريه. قلب الجراب دي بتطلع تعمل ماده لزجه على الزرع، على جميع الخضروات والمزروعات. الماده ديت مسممه، الماده دي اللي بتطلعها الدوده دي دوده القوقع مسممه وملهاش علاج. حتى وزاره الزراعه قالت لك مفيش علاج. احنا بنحاول ان احنا نفرقعها بقى بالسولار، نحط لها سولار، نحط لها حاجه، بس الحاجات دي بتاذي الزرع. احنا عايزين حل، ان الحكومه تشوف حل للموضوع ده. الصرف اللي نازل في النيل جايب لنا دوده القوقع ومبهدل لنا الدنيا في كل حاجه. المحطات اللي على النيل بتاع الميه اللي بتسحب كل يوم، شوفها بتسحب كام مليون متر، بتتحول لمجاري وبترمي في النيل. يبقى اذا محطات الميه اللي بتسحب من النيل بتحول لمجاري وبتنزل هنا ودايره، وبرضه الميه نازله في النيل والمحطات بتسحب. اذا شركات الصرف او شركات الصرف في الجيزه عندهم محطتين، محطات ميه بتسحب من النيل ومحطات صرف تلقي في النيل، دايره مغلقه. لابد من السيد النائب العام ينزل بلجنه كنيابه تحقق ونشوف الظلم ده وقع من مين ومين اللي كان السبب فيه. يحاول ان السيد النائب العام يقدم دول للمحاكمه العاجله، محاكمه عسكريه، لانهم دول يعني اجرموا في حق الشعب المصري واخترقوا جميع القوانين اللي بتنظم حمايه نهر النيل. واحنا عندنا ماده صريحه في الدستور خدناها كفلاحين اللي هي انشاء نقابه مهنيه للفلاحين، والماده الاساسيه تلتزم الدوله بحمايه نهر النيل من جميع التعدي، سواء بالمواد الصلبه او المجاري او المواد الكيماويه من المصانع، جميع. يبقى الماده دي احنا عايزين نفعلها. تلتزم الدوله بحمايه نهر النيل من جميع التعدي، واللي يقصر يتحاكم من الغفير للوزير.